القيادة الحقيقية مش مجرد منصب وخلاص، دي حاجة أعمق بكتير، هي تقدير واحترام القائد بيكتسبه. في الشرح ده هنبص على نموذج قيادي فريد من نوعه، وهنشوف إزاي قدر يكسب احترام وحب كل اللي حواليه. وده ياخدنا للسؤال الأهم، يعني إيه أصلاً قائد أصيل؟ إيه الصفات اللي بتخليه مختلف عن أي مدير تاني ماسك منصب؟ وعشان نجاوب على السؤال ده مش هنروح بعيد. المصدر اللي بنستعرضه النهاردة بيقدم لنا حالة دراسة ممتازة ونموذج حي للإجابة. الشخصية دي هي مسعد فودة. المصدر بيوصفه كنموذج للقيادة الأصيلة والمحترمة، وده اللي خلاه مثالي للدراسة بتاعتنا النهاردة. وعشان بس نفهم حجم المسؤولية، مسعد فودة مش بس مخرج، لا ده نقيب السينمائيين وكمان رئيس اتحاد الفنانين العرب. يعني بنتكلم عن مناصب ليها وزنها وتقلها. أول حاجة المصدر بيركز عليها، ودي نقطة مهمة جدا، هي الأساس اللي اتبنت عليه الشخصية دي، مش الأفعال اللي بيعملها، لا الصفات اللي جواه اللي بتشكل كل حاجة بعد كده. طيب خلينا نفرق بين كلمتين مهمين قوي المصدر بيستخدمهم: الهدوء والرصانة. الهدوء ده هو حالة السكينة العامة، لكن الرصانة دي حاجة تانية، دي الثبات والاتزان، خصوصاً لما الدنيا تتقلب. المصدر بيعتبر الصفتين دول هم حجر الأساس في شخصيته كقائد. الاقتباس ده بقى بيلخص الموضوع كله، بيقول تميزه في هدوئه ورصانة في خبرته. شوفوا الجمال، التميز مش جاي من حاجة واحدة، لا دي خلطة كده من هدوءه ورصانته، وفوق كل ده خبرة السنين. التلاتة دول مع بعض بيعملوا أساس صلب. تمام، كده عرفنا الأساس الداخلي. طيب إزاي بقى ده بيترجم في تعاملاته مع الناس اللي حواليه؟ هنا بقى المصدر كأنه بيدينا وصفة واضحة ومباشرة لكسب محبة الزملاء. أول خطوة التعاون، تاني خطوة ودي يمكن الأهم الاحترام للكل، وتحديداً للصغير قبل الكبير، ودي لوحدها حكاية. النتيجة الطبيعية للخطوتين دول حب كل اللي بيشتغلوا معاه. بصراحة أي حد ممكن يبان قائد ممتاز والدنيا هادية والجو لطيف، لكن الاختبار الحقيقي اللي بجد بيجي في وقت تاني خالص. وهنا بقى زي ما بيقولوا المعدن الأصيل بيبان. المصدر بيأكد أن كل الصفات الحلوة اللي اتكلمنا عنها دي بتظهر وتلمع قوي وقت الأزمات، ده وقت كشف الحساب. طيب بيعمل إيه في الأزمات دي؟ المصدر بيقول أولاً بيقف جنب زمايله، ثانياً بيحافظ عليهم بيحميهم، ثالثاً بيسندهم في كل صغيرة وكبيرة. دي مش مجرد شعارات، دي أفعال بتتشاف في أصعب الأوقات. طيب بعد ما شفنا أساس الشخصية وطريقة التعامل واختبار وقت الشدة، إيه الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها من كل ده؟ النتيجة النهائية لكل اللي فات ده زي ما المصدر بيقولها بالحرف: فاستحق كل التقدير والاحترام. وكلمة استحق دي مهمة قوي، بتورينا إن الاحترام ده مش منحة، ده حق اكتسبه بأفعاله. وبكده المصدر مش بيحكي لنا قصة نجاح وخلاص، لأ ده بيقدم تعريف عملي على أرض الواقع لمعنى الشخص الأصيل المحترم. مش كلام نظري، ده نموذج حي متكامل من الهدوء والاحترام والمساندة وقت الشدة. وده بيوصلنا لسؤال مهم في الآخر، في عالمنا السريع والمليان ضغط ده، هل النموذج ده للقيادة، القيادة الهادية الداعمة، لسه له مكان، ولا يمكن بقى مطلوب أكتر من أي وقت فات؟ سؤال يستاهل نفكر فيه.